طبعا كلنا الفترة الأخيرة بنسمع دايما باستمرار عن شباب ممكن يتوفاه الله يموت فجأة. طبعا الأعمار بيد الله، دي حاجة بتاعت ربنا، بس احنا دايما بناخد بالأسباب. إيه السبب اللي ممكن يخلي شاب سنه صغير يحصل له وفاة مفاجئة يعني؟ طبعا أول سبب هو الجلطات اللي بتحصل للقلب. في حد أعرفه من حوالي أسبوع كده لقيته بيحكي لي إن هو كان تعبان ودخل المستشفى، ولما دخل المستشفى هم بدأوا يعملوا له تحاليل دهون في الدم، ايكو، رسم قلب، الكلام ده كله، واتضح لهم ان دهون الدم عاليه، وده مخلي عضله القلب عليها دهون، ففي ضعف طالع ظاهر في عضله القلب. وطلب منهم الدكتور كده بالنص ان هو لازم ينزل وزن خلال فتره صغيره جدا، مش اقل من 10 15 كيلو، عشان يحمي نفسه من خطر الجلطات وهيتعمل له قسطره. طيب انا بقول لحضرتك النهارده، انت النهارده لازم تشيك على نفسك. لو انت عندك كرش بطن كبيره لازم نشيك على نفسنا، لان معنى ان الكرش ده ظهر معناها ان الدهون الحشويه اللي على الاعضاء الداخليه زي الكبد والقلب والامعاء والكلام ده كله مليانه على الاخر، والجسم بدا يطلع بره تحت الجلد يعمل لي دهون تانية. اشيك ازاي يا دكتور؟ اول حاجه هتاخد مقاس وسطك. بالنسبه للراجل بالمزوره، بالنسبه للراجل اكتر من 102 صب، هقول لك نعمل ايه. بالنسبه للفيميل الست 88، فيما فوق هقول لك برضو نعمل ايه. اول حاجه هتعملها هتعمل سكر تراكمي، هتعمل دهون دم، هتقيس الضغط بتاع حضرتك عشان نطمن ان مفيش مشاكل في الكلام ده كله. الحاجه الثانيه، مش هقول لك يا سيدي اعمل دايت، انت راجل مش عارف تعمل دايت ما تعملش دايت، بس ابسط حاجه يعني هنوقف حاجه السوبر ماركت. يعني ما تجيش تفطر لي الصبح بطاطس مقليه وطعميه مقليه وبدنجان مقلي، وبعدين تقوم بعدها بشويه واخد لي باتون صاليه ولا شاي مش عارف بالبقسماط، ولا مش عارف بالبسكويت، ولا هاخد حته باتيه، ولا هاخد مولتو، ولا. بلاش معجنات، بلاش مقليات كل يوم، بلاش حاجه السوبر ماركت اللي كلها زيت نخيل. اي حاجه محطوطه في كيس دلوقتي جواها زيت نخيل، تمام؟ عشان نبقى متفقين يعني. بلاش الجبنه اللي معمول لها دعايه واعلانات كتير قوي ومكتوب عليها نبات الدهن. انا عارف ان الجبنه الطبيعيه بقت غاليه، بس المشكله ان الجبن اللي هو الجبن النبات الدهني ده بيبقى فيه زيت نخيل بنسبه كبيره جدا، ودي حاجه بناكلها كل يوم، فحضرتك كل يوم بتدخل زيوت لنفسك في جسمك بزياده، فده يوصلنا لمرحله في الاخر ان يحصل لنا ارتفاع في دهون الدم، حجم البطن الكرش يبقى عالي، دهون على الكبد، ولا قدر الله ممكن يوصلني في الاخر ان يحصل لي جلطات. حضرتك النهارده اعمل اللي قلت لك عليه واطمن على نفسك.